أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يتفوق طالب العلم؟ كيف يصل إلى مرتبة عالية من المعنويات، من التقوى؟ كيف يصل إلى صفات الحميدة التي وصوا بهم أهل البيت روحي لهم الفداء؟ الصفات المحمودة العالية المقبولة التي تسبب ترقي الإنسان، أن يكسب المعنوية ويصل إلى مرتبة عالية من العرفان. طبعا العرفان الذي أتكلم عنه يعني يصل إلى معرفة أهل البيت روحي لهم الفداء، لأن إذا الإنسان سعى في كسب المعنوية يصل إلى مرتبة بحيث يفهم القرآن، يفهم كلمات الرسول، يفهم كلمات أهل البيت روحي لهم الفداء. ونحن في صدد هذا، أن نكون خدام لمكتبهم، لسلوكهم، لطريقهم، لنصائحهم. أنا لما أبدأ بالدروس الحوزوية ما عندي غرض إلا أن أخدم الدين، وخدمة الدين لا يحصل إلا بكسب الصفات الحميدة وترك صفات الرذيلة الغير الحميدة المنبوذة الذي وصوا بتركهم أهل البيت روحي لهم الفداء. من جملة تلك الصفات التي تأكل الإيمان كما قلت لكم بالجلسات السابقة الحسد. النصيحة من الحاسد محال. شوف الحاسد شلون إنسان رديء يصير، بحيث إمام جعفر الصادق عليه السلام يقول: من إنسان الحسود لا تتوقعون النصيحة، الخير لا تتوقعون، محال. الحسود كثير الحسرات متضاعف السيئات. هذا مولانا أمير المؤمنين روحي له الفداء يقول إنسان الذي حسود دائما في حسرة، دائما يعيش في أجواء في وجوده هموم وغموم. الإنسان إذا صار متدين مؤمن يحس الفرح. سبحان الله، كنت أسأل والدي: أنتم تجلسون ساعات وتقرؤون درس، أنا أتعب من الصبح إلى الظهر، من العصر إلى الليل، وقسم من الليل، والصباح أول الوقت، ما تتعبون؟ قال: ابني، الإنسان إذا كانت نيته خالصة يحس اللذة بالدرس، يحس اللذة، ولذا لا يتعب. ولذا شوف هذا السفر والذهاب إلى مكانات مثل مكان التفريج ومكان الاستراحة، لم أحس اللذة الذي أحسها عند المطالعة. سبحان الله، إحنا بهالدرجة، إحنا بهالموقعية، لا شوية نفتح الكتاب نتعب نسده. إذا تريد تكون طالب علم بجد لابد أن ترسخ هذه الصفة في وجودك، يعني تحس لذة بالدراسة. كيف تتحقق هذه اللذة؟ أولا لابد أن تترك هذه الخصلة: الحسد ماحي الحسنات جالب الماقت. الحسد يمحي الحسنات، ما يخليك حسنات إلك، ما يخليك تحس اللذة بالدراسة، يجمع النقمات في وجودك. هذا كلام إمام الهادي روحي له الفداء.
تريد تصير إنسان مؤمن متدين أهل الله. شوف شلون سلكوا العلماء الطريق، شلون مشوا بالطريق، طريقتهم هكذا كانت، يهتمون بنصائح أهل البيت، يهتمون بنصائح الرسول روحي له الفداء، يهتمون بطرق التي يبينها القرآن الكريم في سعادة البشرية. بالنهاية نحن حماة للقرآن، حماة لبيانات الرسول، حماة لكلمات أهل البيت. لابد أن نراعي، لابد طالب العلم يكون ذكي، يكون ملتفت، يأخذ ما يصعده إلى السماء، قصد كسب المعنوية، كسب التقوى. من ترك الحسد كانت له محبة عند الناس. خب بالنهاية طالب العلم لابد أن يكسب محبة الناس، لأنه يريد يروح بالمجتمع يخدم. كيف تتحقق هذه المحبة؟ تتحقق بترك هذه الصفة الفاسدة التي تسبب انهيار طالب العلم. ولذا الإمام أمير المؤمنين روحي له الفداء يقول: من ترك الحسد كانت له محبة عند الناس. سبحان الله، محبة الناس تتحقق بهذه الشكل. أعداء نعم الله الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. هذا الابتلاء كثير موجود بين الطلاب، ما يقدر يشوف واحد الله سبحانه وتعالى أعطاه إمكانية، أعطاه ذهن، أعطاه صفة، لما ينظر يصبح حسود، لما ينظر ما يتحمل. ولذا رسول الأعظم يقول: من الأشخاص الذين أعداء لنعم الله؟ يعرف رسول الله، يعرف أعداء نعم الله، يقول: الحسود هو الذي يخالف نعم الله، يشوف الناس شنو عندهم هو ما عنده، يتأذى. ليش؟ أنت شعلك؟ أنت تريد اطلب، ادعوني أستجب لكم. اطرق الباب التي إذا فتحها الله لك لا يصل أحد إليك، كما وصلوا العلماء المتبحرين، كانوا قدوة لنا. الله سبحانه وتعالى يوفقنا في طريقنا، وهو طريق صعب، ببركة الصلوات على محمد وآل محمد.